السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ اليوم نحب نستفسروا بعض الأسئلة معناها كان تنجم تجاوبنا فيهم بكل صراحة معناها. السؤال الأولاني هو يقول معناها كيفاش تقول اللي ثم جني ساحر معناها لدى المبتلى معناها. هذه من بين الحاجات اللي أثارت الشكوك وأثارت ضجة عند بعض الناس، ولكن فعلا نعتبر حاجة جديدة عليهم بطبيعة أي واحد. كما عامة قالوا فما شكون وصل للقمرة، فما ناس قالوا يكذبوا مع الشيء. هذه حاجات معناها تعتبر حاجة أول مرة تصير حاجة هذه بالاكتشاف. وهذه تبين كما مثلا الإنسان أنا موجودة في الرقية من العلامات العور مثلا عارض يقول لك فلان عنده سخانة، عنده برودة، عنده تنميل، عنده حاجات باش عرفوا الشخص هذاك عنده كذا، عنده عين ولا عنده حسد. من العلامات اللي تبين كذلك الوضعيات هذه. نفس الشيء كما إنسان مثلا ميكانيسيان يصلح الكهرباء، تهز له الكهرباء ساعات ما يحلش الكابوت، ما يحل حتى شيء، مجرد يسمع الصوت نتاع الكهرباء هذيك يقول لك عندها سيجمونات، عندها المشكله الفلانيه، تجيب بوجيات، تجيب كذا، حاجات كما هكايا معناها تبين اللي مش اي صناعي اي ميكانيسيان ينجم يعطيك المشكله هذيك في الكهرباء هذيك. الانسان يكون متمرس. معناها شيخ تحب تقول اللي انت صناعي معناها وصاحب صنعة معناها. لا نحب نقول صناعي. هذه مش هذه العمليه حكمه من عند ربي سبحانه، بالطبيعه بالتجربه. اي انسان يحب الحاجه هذيك يحب يتقنها، ربي سبحانه يلهموا بعض الحاجات اللي يكتشف بها ويتقوى بها، حتى انه معنا مش كان الساحر برك، حتى انه صرنا نفرقوا بين الانثى والذكر من غير ما نراوهم. يعني حتى انه معنا بعض الحاجات الاخرى قلناها كانوا بتراها تولي. وهذا العلم مش تسالني انت في ختام السؤال نتاعك مش تقول لي كيفاش العمليه هي كيفاش تعرفها بالضبط. هذاك هو. هذا هو. بالنسبه للحاجه هذه باش تقول لي كيفاش الخضر لما جاء موسى عليه السلام يعني ما علموش العلم ما قالوش اجلس، اجا نجلسوا وجا نفهمك لما يصير كذا لما يصير كذا تعرف كذا. لا، قالوا تبعني واصبر. يتبعني ويصبر ياخذ المعلومات هذه ويعرف الحاجات كما هذه. مش اي شخص ينجم يعرفها، مش اي واحد اللي تعطيه حاجه كما هذه، لان هذه اذا كان وصل الانسان عرف حاجات كما هذه شي يولي درجه العراف. علاش؟ لانه الانسان العادي ما عادش يوصل، يولي هذه تحل باب العرافين. يقول لك لا انا مانيش عراف وانا مانيش كاهن، لكن عن طريق العلم هذا الفلاني هذا نعرف اللي كذا فلان عنده كذا فلان عنده كذا. ما شاء الله عليك الشيخ. معناها حابين نسألوك زاد بين هذه الأسئلة معناها على الماء، معناها الماء المقروء عليه ثم برشا عباد مبتلات معناها شفناهم حتى عن طريق الموقع الفيسبوك ولا الصفحة الرسمية نتاعك، اللي معناها المبتلى يقول لك فايدة الماء وطيحتني بالماء ومعناها وكلهم. هذا بالنسبة للإنسان. شنو هي الوصفة السحرية نتاع الماء بالتحديد؟ هو ماء يقرأ عليه القرآن. كما إنسان يجي يسبح له قيمة القرآن وقوة القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، كلمات الله. هذه حاجات كما هذه معناها حاجة بسيطة، معناها حاجة عادية. أي إنسان ينجم يقرأ على الماء ويعطي فائدة. لأن الإنسان اللي ما ينجمش يجيك باش تعمل له رقية لما يشرب الماء بالطبيعة يتأثر. حتى إنه فما شكون يقول لي عنده طعمة معينة، الماء يتبدل له الطعمة نتاعو، الماء عنده الفائدة الفلانية. كثير منهم الحالات كما هذه. فما شكون مجرد يشرب الماء يتقيأ ويرد الحاجات كما هذه. ديما نوصي في الناس باش يعطيهم الماء هذا. كثير من الناس يكلموني تقريبا يوميا، كل اسبوع يكلموني ناس يقول لي راهو خدينا الماء من فلان او فلانه واعطانا الفائده الفلانيه واعطانا الايجابيه، شنو يلزمنا نعمل شنو. هذه نوصي الناس معناها الفائده نتاع الماء المقروء عليه. لان الماء المقروء عليه ايش فيه؟ نقراو سوره البقره، نقراو القران الكل، نقراو ايه الشفاء، ايه العين، ايه الحسد، ايه السحر، في ماء زمزم، في برشا حاجات معناها فوائد الناس باذن الله وشفاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم. هذا قد يكون معناه من جانب القرآن وقد يكون من ماء زمزم.
هذه الفوائد، والفاتحة كذلك ما ذكر عنها، وخواتيم سورة البقرة ما ذكر عنها من الفوائد، يعني ما أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الملك اللي نزل لي أول مرة، والحديث معروف. هذه الحاجات معناها كلها لما نقرأ احنا في الماء المقروء عليه يعني فيه فائدة للإنسان اللي ما نجمش يجي ولا ما يحبش يجي ولا فما عنده موانع ما تخليش يجي. ما شاء الله عليك الشيخ، فيك بارك الله. السؤال متاعنا الموالي معناها على الرقية الجماعية، متخصص الرقية الجماعية، هل يجوز معناها باش نرقيو مجموعة من الأشخاص ولا معناها في مكان معين معناها، وكيفاش نجموا العلاج بإذن الله، لكن كيفاش نجموا نعالجوه معناها بطريقة جماعية؟ والله هي ما فما بالنسبة للجواب على الناحية هذه باش تفهم حاجة، اللي راهو الشعب التونسي بالذات الشعب التونسي بالذات أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تبين هذا، مش حديثي أنا، باش يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قريب. الشيء اللي نعانوا فيه والشيء اللي نشوفوا فيه من جراء البعد بتاعنا على الدين. فالإنسان يقول لك أنا مسلم مشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والركن الثاني اللي هو الصلاة أهم ركن، الركن الثاني تلقاه ما يصليش. الصلاة يعني صلته برب سبحانه مقطوعة. هذه معناها تراها حاجة كثيرة تمر بالتدريق، كنت ماشي في الجامع على اليمين وعلى اليسار يعني مجاورين للمسجد، ناس سكان مجاورين للمسجد ما يصلوش ما يجوش للجامع. سبحان الله. هذه حاجات مش تحبها الناس تكون لاباس وتكون يعني نبقى نحكي لك في برشا حاجات. نرجع للسؤال نتاعي معناها في الرقية الجماعية، نضطر معناها في حالات كثيرة كون ما فماش رقاة، يعني ناس بيجاو تعلموا يجاو في دوكم خذوا كذا مجانا التكوين في الرقية الجماعية، الرقية بصفة عامة باش تتعلم الرقية مجانا، يجونا من برشا ولايات يتكونوا كذا باش ينفع الناس، يجاو تعلموا في العملية. كوني ما لقيتش افضاء التليفونات ما تسكتش على اساس الناس يحبوا شنو نعمل. معناها شيخ انت حسب كلامك تقول طرحتش الفكره هذيا معناها على مجموعه من الاشخاص، معناها حبيت تعلمهم الرقيه؟ مش طرحتها، مطروحه من بديت نعرف الرقيه، ندور في الجوامع ونعلم في الناس، اللي يشاهد الناس الكل تعرف هذا، يجي يتعلم يا فلان تعلم فيد الناس، انفع الناس، ربي ينفع بيك، مفتاح الخير. حيش تكون مفتاح الخير، من الناس مفاتيح، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن كانت هذا نار في الجنة لمن كانت مفاتيح الخير على يديه، وويل نار في جهنم والعياذ بالله لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. يعني ناس باش تنفع الناس خاصة في الباب هذا يعني شنو ناس عندها إعاقات كثيرة على خدمته، على صلاته، على زواجه، على ذريته، على حاجات كثيرة جدا، على الصحة، على غيرها. لما يجيك للرقية يعني الإنسان كان ما يحبش القرآن، كان ما يحبش الصلاة، يتبدل مباشرة، أذكارنا ما نعملوهاش، فهمني، تحصيلنا، البسملة، أبسط الأشياء، البسملة لما يدخل الإنسان لداره ما يقولش بسم الله. حاجات كثيرة هذه تخلي الإنسان، ما خرجت بيك على الموضوع فهمني سيرت على الرقية الجماعية، لكن هذه المسببات اللي تخليني أنا نعمل رقية جماعية. أنا ما نحبسش الرقية الجماعية، نحب كون الإنسان توجه له مباشرة تحت الأكل نتاعي، لكن صحيح فما في الرقية الجماعية وجين والحمد لله يستفادوا برشا، لكن 30 مرة 32، لكن الأفضل ديما نعطي الرقية الفردية ديما أحسن. هذا الجانب الثاني بما أنه معناها حاجة معناها عدد كثير ما نجموش نعمل حتى شيء ونضطروا نعمل حاجه كيما هذه كرتك البسمه. يعني الانسان لما يدخل داره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجل الى بيته وقال بسم الله قالت الشياطين، كل الشياطين يدخلوا لديارنا ياذوا فينا، كل الشياطين يستنوا في الباب. اذا دخل رجل الى بيته، راجل يعني مربوطه به هو، اذا دخل رجل الى بيته وقال بسم الله قال الشياطين لا مبيت لكم ولا طعام، تو في الوقت هذه عند الغروب تو في المروح نتاع اي واحد. واذا دخل بيته ولم يسمي الله قالت الشياطين ضمنت من المبيت تفضلوا ادخلوا. معناها ننصحوا من المكان هذا، معناها ننصحوا اي رجل معناها يجي داخل البيت نتاعو قبل ما يدخل الدار يسمي بسم الله، معناها قبل ما يدخل الدار في الوضوء في الطعام في الصلاة في اي اعمال، في اعماله كلها البسمله. كان محل باب البسمله هذا باب كبير برشا معناها، حتى في دخول بيت الخلاء، هو وين يسكن الشياطين؟ يسكن في بيت الخلاء. لما الانسان يقول بسم الله يعني يقول صلى الله عليه وسلم ان قوله بسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، ما تكشفوش عليه في كل شيء، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. برشا حاجات يعني الناس يجهلوهم ويعملوا. باهي يا شيخ من بين معناها في الرقيه ابسط حاجه حتى سامحني، يعني ابسط حاجه يعني يجيني حالات كثيره، يعني يجي اللي هو جاء من الارض نتاعو وهو ارضي، جاء شد المسحه ولا الواحد يحمر كذا وقصنا ظروف وعمل كذا وعمل كذا، الاخر يقول ركز علي، الاخر يقول وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا. يعني في اي اعمال والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل لا يبدا بسم الله فهو ابتر والاقطع شنو معناه؟ انا العمل هذاك غير موصول، فهمني ما فيش بركه، ما تنزلش فيه البركه، العمل هذاك غير مبارك فيه،
فهمت؟ يعني يحاول الانسان في كل اعماله يقول بسم الله. أي؟ بسم الله. معناها نحب نقول السؤال معناها من بين الرقية الجماعية ثم سؤال مطروح عن الجن، كيفاش معناها باش تسأل الجن عن الشخص المصاب ولا المبتلى، معناها كيفاش الطريقة تتم بالضبط. هذا على شكون تقصد؟ يعني على نفس الشخص هو بيده ولا شخص لا مثلا على سبيل المثال معناها في معالجتك معناها الشخص مبتلى معناها بالسحر او بالعين، هل يجوز معناها ان تسأله او تطرح السؤال على الجان المقابل حتى يفيدك ببعض المعلومات؟ لا هذا يعتبر من باب الاستعانة. هذا لا ما استعملش، لأن هذه حاجات معناها هذه أنا مسكرها معناها حتى على الثاني حتى كذا، حتى في سورة الميدان طق هو وحده. ساعات نبدأ نلقي يبدأ في عائلته غاديك شكون موجود، مثلا نلقي في البنية تقول راهو أمي كذا ولا خويا كذا ولا كذا، قص عليها. يعني هو تكلم وحده، هذه ما نحبش نقولوا أنا من باب الاستعانة. هذه حتى صارت لي اليوم الصباح يعني تكلمت هذه عائشة، أنا طلعت على الفيديو، عائشة هذه الجنية عائشة أسلمت وتكلمت على الجن اللي بحداها مع أختها، في أختها الجن اللي مع أختها عن طريق السحر تكلم. منعت، قلت لها هذا أنت يعطيك الصحة تحب تعمل كذا، لكن بينت لها قالت لي ما أنا ما عادش نتكلم، هذه مسجلة وتروها. فهمت؟ الحاجات كيما هذه ما أنا نقطعها نوصل الناس باش ما يدخلوش للباب هذا، لأنه الشياطين المداخل بتاعهم هذه. يا شيخ انت في الموقع متاع الفيسبوك ولا الموقع الاجتماعي متاعك معناها عرفت بطريقة اللين معناها ومعاملتك للجان، معناها هل هذا معناها بحسب معناها تعتبر من الحكمة اللي معناها لديك؟ اللين يعطيك الصحة. هذا سؤال باهي بالنسبة للحاجة كما هذه. أفضل شيء ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كانت الغلظة في شيء إلا شانه. يعني الإنسان يحاول يمشي ديما باللين ويدرك باللين ما يدرك بالقوة. فهمت؟ يعني الإنسان يحاول يكون ديما لين. أخي إنسان صلاحي بتاع تلفزة شي يلزمه بالسياسة يوسع باله، ما فماش معناها يحس بحاجة، ما فماش كذا، ما فماش يعني يبدا مركز مع الحاجة هذيك يوسع باله. يكون صلاحي يكون عنده وسع بال. إذا كان إنسان ما يوسعش باله كما هذه وهذا يقولها لي يعني الجن والشيطان يتكلم يقول لي ما وسع بالك، حتى حبيت نقول لك كذا حبيت كذا وانت توسع بالك وتجاوبني. يلزم نجاوب ولازم نفهموا حاجات كما هذه، ومخلوقين كيفنا ومكلفين كيفنا. ربي سبحانه قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. انت متعدي للجامعه وترى واحد ما يصليش تجي تشد عصا وتبدا تضرب فيه تقول له هاي يمشي يصلي في الجامع، تجي تشد عصا وتبدا تضربه ما يجيش واقفين في الطريق الكل وشادين القهاوي وانت ماشي تصلي في الجامع تشد بالعصا ماهوش يلزم. اليوم السلام عليكم يا جماعه، ان شاء الله ربي يعاونكم وربي يبارك فيكم، وان شاء الله غدوه نلقاكم معايا في الجامع ترمينا من كلمه باهيه، غدوه كذا غدوه كذا. يعني اللين هذا هو اللين ربي سبحانه يهديه. وهذه صارت لي معنا في كثير من الاحيان نبدا مار للجامع ندخل، يعني حتى كان نحكي لك معنا جاري نتعدى خاطر هذاك يوم القيامه يحاسبني، نتعدي للصلاه للجامع لقيت جاري هذايا معناه باللحيه وكل شيء ويمشيش للصلاه. يا فلان انت تعمل تاجر تحب الفلاح وتحب الربح. ايش قال 10 مرات في النهار يقول حي على الفلاح 10 مرات ينادى بها في 5 صلوات كل صلاه مرتين. ما تمشيش تصلي الربح غادي، انت تقول الربح هنا الربح غادي في الجامع، هيا تمشي معاي. وفعلا وليت كل وين نمشي للصلاه نلقاه سبقني غاديك في الجامع. يعني انت توصل بالمعلومه نتاعك وتؤدي الامانه نتاعك، وربي سبحانه هو اللي ينجح العمل نتاعك ويوفقه ولك الاجر في ذلك. هذه الحكمه مع الانس ومع الجن كيف فماش فرق، ما فما حتى فرق بين الانس والجن. تبلغ معلومتك بالحكمه وسايس راحك معاه، هذه العمليه لا قوه ولا حد شيء. الشيخ الوقت باش يداهمنا معناها نحبوا وفيك بارك الله مازالوا لنا سؤالين معناها كانت نجم تجاوبنا فيهم معناها بايجاز. كيفاش توعي الناس وتحب معناها كيفاش تقول للناس باش يحسنوا انفسهم ويحسنوا البيوت نتاعهم معناها تحسين هذا باب كبير ياسر معناها كبير برشا باش نقول لك باختصار عندنا تقريبا 3 اذكار اعطاهم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم. وهذه اهم حاجه نوصيها الناس، حتى ولو اسمعني حتى ولو حافظ 60 حزب، حتى ولو امام جامع ورقيه ناس ائمه نتاع جوامع ويصلوا بالناس في التراويح حافظين 60 حزب حافظين القران كله ومتاكدين معاهم شكون لابد غادي، مش واحد مش اثنين في البلاد هذه. واضح؟ مش تعرف حاجه اللي راهو ما يعنيش اذا كان ما تعملش اذكارك. الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقرا القران مش حافظ القران، نزل عليه انزل ورغم ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سحر ولا لا؟ سحر. والرسول صلى الله عليه وسلم وقتاش نحى السحر نتاعو بعد ما تسحر
نزلت المعوذتين، كانت لهم تعوذات في الجاهلية، فلما نزلت المعوذتين قالوا الصحابة أخذنا بهما وتركنا ما سواهما. الأذكار متاعنا الصباح والمساء والنوم 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات 8 في 3 24 ساعة. أذكار الصباح 8 ساعات تبدأ من صلاة الصبح حتى الماضي ساعتين الساعة الثانية مساء، من ماضي ساعتين حتى للعشرة، هذا الكل يعتبر المساء 8 ساعات، ومن العشرة حتى صلاة الصبح 8 ساعات 8 و8 8 24 ساعة تكون في أمان. أذكار الصباح أهم حاجة وأقل حاجة آية الكرسي والقواقل الثلاث، قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذوما الثلاثة هذوما يلزم الإنسان يأديها. وهذوما وقتاش يا شيخ نجموا نقولوهم؟ معناها وقتاش واحد باش يرقي نفسه فين هو وقت معناها نوصي الناس باش يواظبوا يربطوا الأذكار نتاعهم بالصلاة باش ما ينساش. من تحصيل الحاصل لازم تكون صلى الصلاة الصبح ما يتحركش من بلاصته، يعمل أذكار المساء. عمل صلى صلاة الصبح صلى صلاة العصر يعمل أذكار مربوطة بالصلاة باش ما عادش ينساها، بخلاف هذاك ينسى. وفي الفراش يعمر البورتابل نتاعو ويذكر. وفي الفراش نتاعو معناها كيفاش أذكار النوم هذه مع النفث، هذه مع النفث يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ، ينفث يجمع كفيه هكذا وينفث 3 مرات أو أكثر أو كما يحب، ينفث نفث قليل من الريح قليل من الهواء ويقرأ قرب ينام يقرأ جهر قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس السور الكاملة، ويمسح رأسه ووجهه ما استطاع من بدنه ثم يعيد ذلك 3 مرات. ما شاء الله عليك يا شيخ. شنو تنجم كلمة الختام، شنو تنجم تنصح معناها كلمة الختام تنصح معناها الأمة هذه؟ هذا هو آخر الزمان، كثرة العرافين وكثرة السحرة والمشعوذين، ونوصي الناس باش يحاربوهم، راه ربي سبحانه يغضب علينا إذا كان ما نأمرش بالمعروف وننهى عن المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عذاب ثم لا تسألنه فأنا يستجاب لكم. تطلبوا ربي سبحانه ما يستجيب لكمش، ردوا بالكم، هذه أكبر حاجة موجودة في البلاد هذه، العرافين والسحرة والكهنة، صدقوني معناها أعداد غفيرة جدا. هذا اللي خلاني مشيت بروحي معناها الأماكن فم المسؤولة، جهات المسؤولة نوجه يا ناس راهو هكذا، هاي قائمة في كذا وفلان كذا وفلان كذا، ويعملوا في حاجات، وفما ناس يعتبروا هم يقرأوا بالقرآن، وفما في حوالينا لهنا ناس يقرأوا بالقرآن يدعوا كانوا يقرأوا بالقرآن وهم يستعينون بالجن وهم يؤذوا في الناس ويقولوا كانوا فلان إمام ولا فلان شيخ ولا فلان كذا. عندي ناس أئمة متاع خطبة أئمة متاع جمعة ويؤذوا في الناس ويجهلوا الحاجات كما هذه. سبحان الله. فاهموا الناس اللي غالب هذه حاجة جاهل لازم نوصلوا، هذه وزر علينا احنا إذا كان ما نوصلوش للناس هذه. حاجات كثيرة برشا معناها قاعدة تقع، وفما ناس معناها يجد عليها أي حاجة، كل كان بالرقية كل كان بالقرآن يجد عليه صدق، هات وريني كيفاش رقي، اسألني على اسم أمي واسم كذا واسم كذا. وحرو وكل حرز هذاك اللي يعطيوه يقدموه، الحجابات وهذيك الكل هذيك الشرك حوته وعين غزال شرك بالله إن الله يغفر الذنوب جميعا ما لم يشرك به، شرك بالله تعتبر الحاجات هذيك. ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تقلد تميمة فلا أتم الله له، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له. شيخ ربي يبارك فيك، جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله.